لو عندك خشونة في الركبة فما تقلقش، انت مش لوحدك ومش لازم تفضل حاسس بألم. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية، سمنة ونحافة ورياضيين، حوامل ومرضعات، أطفال وبالغين وكبار سن وذوي أمراض مزمنة. بس لازم تعرف ان كل كيلو زيادة بيعمل ضغط 4 كيلو على كل مفصل. علشان كده يبقى أول خطوة لازم نعملها، لازم نبدأ نقل في الوزن بالتدريج. بس النزول في الوزن مش حل لوحده. العضلات اللي حوالين الركبة لازم نقويها، سواء عضلات الفخذ أو السمانة. العضلات الفخذ الأمامية والخلفية والسمانة ده بيقلل الضغط من على المفصل، وفي نفس الوقت بيمنع الاحتكاك في المفصل. كل لما العضلة بتقوى كل ما المفصل يرتاح أكتر والخشونة تقل. مع التمارين لازم ناخد بالنا كويس من التغذية، ونخلي بالنا ان احنا نزود حبة اعشاب زي على راسهم طبعا الكركم، لانه مليان كركمين، وبس نحط عليه شعرة فلفل اسود عشان الجسم يعرف يمتصه حلو، والزنجبيل والقرفة وبذور الكتان. كل الحاجات دي بتمنع الالتهابات في المفاصل ويخفضوا القلب. كمان هنهتم بفيتامين سي، بالكولاجين، بالاوميجا 3 وفيتامين دي. بس خلي بالك وانت بتاخد الاعشاب لازم ناخد بالنا من الكميات بتاعتها، لان هي مفيده تمام لكن كترها غلط علينا. تابعوني في الاجزاء الجايه ان شاء الله، هنتكلم عن كميه الاعشاب وازاي ناخدها وامتى ناخدها، وكمان هنتكلم عن التمارين البسيطه اللي ممكن تساعدنا في تقويه العضلات وتقليل الالتهابات وتقليل الضغط على الركبه. ابدا النهارده حتى لو بخطوه صغيره، هتعمل فرق جامد.